البوجيهات سبارك بلاجز هي جزء مهم جدا من محرك السيارة، وبدونها السيارة مش هتشتغل. البوجيهات مسؤولة عن إشعال خليط البنزين والهواء داخل المحرك، وده اللي بينتج الطاقة اللازمة لتحريك السيارة. دور البوجيهات في السيارة: البوجيهات بتولد شرارة كهربائية داخل غرفة الاحتراق في المحرك. الشرارة دي بتشعل خليط البنزين والهواء الموجود في الغرفة، وده اللي بيدي الطاقة للمحرك ويساعده على الدوران. أعراض أعطال البوجيهات: لو البوجيهات حصل فيها مشكلة أو تلفت هتحس بالأعراض دي. صعوبة في تشغيل السيارة: لو البوجيهات ضعيفة أو تلفة هتلاقي صعوبة في تشغيل السيارة أو ممكن ما تشتغلش خالص. اهتزاز المحرك أو السيارة أثناء العمل: البوجيهات البايظة ممكن تسبب اهتزازات في المحرك أثناء التشغيل. زيادة استهلاك الوقود: لو البوجيهات مش شغالة بكفاءة هتلاحظ استهلاك أكبر للبنزين. ضعف التسارع: تحس إن السيارة بقت أبطأ في التسارع لما تدوس بنزين. دخان أسود من الشكمان: ده بيكون بسبب إن البنزين مش بيتحرق بشكل كامل. مواعيد تغيير البوجيهات: البوجيهات التخليقية تحتاج تغيير كل 40,000 إلى 60,000 كيلومتر. البوجيهات العادية تحتاج تغيير كل 20,000 إلى 30,000 كيلومتر. الأفضل ترجع لكتيب السيارة أو تعمل فحص دوري للتأكد من حالة البوجيهات. ليه مهم تغيير البوجيهات في وقتها؟ البوجيهات التالفة بتسبب ضعف في الأداء وزيادة استهلاك الوقود، وممكن تؤدي إلى مشاكل أكبر في المحرك. الخلاصة: البوجيهات هي الشرارة اللي بتدي الطاقة لسيارتك. لو حصل فيها مشكلة هتحس بصعوبة في التشغيل، زيادة استهلاك الوقود، وضعف في الأداء. عشان كده لازم تغيرها في الوقت الصح للمحافظة على أداء المحرك.